قصتنا النهارده عن طفلة عاشت 80 يوم في الجحيم حرفيا، والطفلة دي اسمها سابين، واتخطفت وهي عندها 12 سنة بس على ايد مارك تودرو، قاتل متسلسل وكان معروف كمان بانه بيتحرش بالاطفال. واحب اقول لك القصة المرة دي القضية اللي فيها محلولة مش زي كل فيديو، والموضوع ده حصل في سنة 1996. يعني سابين دي دلوقتي تقريبا في الثلاثينات، وكانت سابين دي اخر ضحية من ضحيتين خطفهم مارك تودرو. تحس اسمه ياباني صح؟ بس ما علينا، مش ده موضوعنا. في يوم 28 مايو 1996 مارك قرر انه هيخطف سابين، وكان بيراقبها وهي بتروح المدرسة كل يوم على العجلة، وكان بيتعمد ان هي تشوفه كل يوم عشان تعرف يعني ان ده حد من المنطقة مش شخص غريب. فلما يقرر ان هو يقرب منها او يكلمها ما تكونش قلقانة. وفي يوم 28 مايو 1996 وهي رايحة المدرسة على العجلة بتاعتها زي كل يوم، قرر اليوم ده انه يوقفها ويتكلم معاها، وقعد يتكلم معاها علشان يقنعها ان هي تمشي معاه. بس الموضوع ما مشاش بسهوله زي ما كان فاكر، وقعدت تساله اسئله كتير عن هو مين وعايز منها ايه وعايز ياخدها فين. قال لها انا واحد صديق والدك، وبنتي كان نفسها تتعرف عليكي من زمان، بس بنتي خجوله فمكسوفه تيجي تكلمك بنفسها. حتى لو مش مصدقه ممكن ترجعي تسالي باباكي. وهو كان عارف ان والدها مش موجود في البيت، فحتى لو رجعت البيت هيكون مارك هرب وهي مش هتعرف توصل له تاني. وكده جاوبها عن اسئلتها الثلاثه باجابه واحده بس: هو مين وعايز منها ايه وهيروحوا فين. والاجابه نوعا ما مقنعه، خصوصا لواحده طفله لسه عندها 12 سنه. وفعلا سابين راحت معاه وراحوا البيت عنده، وبعد ما قعدت معاه يوم كامل ما لقيتش بنته ولا شافتها. كل اللي كانت لاقياه دباديب لعبه وعرايس لعبه. فقالت له انا مش مرتاحه لك وعايزه اروح لان شكلك كده ما عندكش بنت اصلا. قال لها بص كده بصراحه، لما غيبتي وما روحتيش كل ده باباكي بلغ ان انت اتخطفتي، وفي ناس عرفوا كده واتصلوا عليه وقالوا له ان هم اللي خاطفينك وطلبوا فديه مبلغ كبير، وفي البيت عندك رفضوا يدفعوا الفديه علشان ترجعي. من الاخر كده وجودك زي عدمه، مش فارق معاهم. ازاي ترجعي لهم وانت مش فارقه معاهم اصلا؟ وقعد يقول لها بقى كلام كتير كده يكرهها في البيت عندها. والاطفال في السن ده سهل يتخدعوا وسهل تضحك عليهم، خصوصا بالحاجات المتعلقه بالمشاعر، وخصوصا البنات بيكونوا حساسين جدا. فضحك عليها عادي وصدقته، بل كمان بدات تكره اهلها بسبب كلامه، وبقت هي اللي مش عايزه ترجع البيت وتفضل قاعده معاه. وبعد فتره قالت له انت مش بتخرجني وانا اتخنقت، انا زهقت وصاحبتي وحشتني جدا ونفسي صاحبتي دي تيجي تزورني. قال لها طب صاحبتك دي اسمها ايه وساكنه فين وانا اخليها تجيلك لحد هنا؟ قالت له صاحبتي دي اسمها ليتيسيا، وقالت له المدرسه اللي بتروحها وبيتها فين بالظبط. وليتيسيا دي كان عندها 14 سنه، يعني اكبر منها بسنتين، وكان في يوم في الاسبوع على طول بتروح فيه تمرين سباحه. وبما انه عرف هي ساكنه فين ومدرستها فين، وكمان اديته صوره ليها فكان عارف شكلها، فراح الاماكن اللي هي قالت له عليها لحد ما شافها وبقى يراقبها، وعرف بتروح التمرين امتى والساعه كام. وقرر ان في مره وهي راجعه من التمرين هياخدها ويرجع بيها البيت. وفعلا خلاص عرف اليوم بتاع التمرين وقرر ان هو ده اليوم اللي هيتم فيه كده. وهي راجعه بقى البيت وقفها وقال لها انا عارف مكان صاحبتك على فكره. وطبعا صدقت زي العبيطه، وكان ده بالتحديد يوم 9 اغسطس 1996، يعني بعد 3 شهور تقريبا من الخطف الاولاني. بس بغبائه بقى المره دي كشف نفسه، لانه وقف لها بعربيته في نص الشارع وركبت معاه، والعربيه في نص الشارع قدام الدنيا كلها. فاحتياطي الناس اللي ساكنين في المنطقه وجيرانها اللي اتعرفوا عليها وهي بتركب اخدوا مواصفات العربيه والنمر بتاعتها وشكل السواق. وفعلا ده جاب فايده، لان لما الشرطه كانوا بيدوروا عليها الجيران والناس اللي اخدوا مواصفات العربيه راحوا على طول للشرطه وقالوا لهم احنا شفنا 1 2 3 بيحصل. وعرفوا فعلا بسبب المعلومات دي ان هم يتتبعوا العربيه ويوصلوا لمكانه يوم 15 اغسطس، يعني بعد 6 ايام بالظبط. ولما اتمسك اعترف فعلا ان هو خطف الاتنين، وعمل لهم حاجات تانية انا مش هينفع اقولها عشان عيب، مع اني قلتها في اول الفيديو، بس ما علينا اكني ما قلتش حاجه. وسابين بطله القصه دي هي وصاحبتها هما الاتنين الوحيدين اللي مارك خطفهم وعاشوا بعد كده، او بمعنى ادق دول الناس الوحاد اللي مارك عرفهم وعاشوا اساسا، لان كل اللي خطفهم وكل اللي اشتغلوا معاه ماتوا، لدرجه ان شريكه هو قتله بنفسه. وقبل ما اقول لك قتله ازاي، تعال اقول لك الاول عدد ضحاياه وايه اللي حصل معاهم بالظبط. سابين اتحبست 80 يوم زي ما انت ما شفت في عنوان الفيديو، وصاحبتها قعدت 6 ايام بس، ورغم ان الفتره صغيره لكن برضه اتاذت منه. اول 2 بقى
كانوا بنتين عندهم 8 سنين، ودول الشرطه لقوا جثتهم في بيته وهم بيدوروا فيه. ولما سالوه عن قصتهم قال لهم ان الطفلتين دول كانوا عايشين عادي جدا معاه لحد ما طلع في مره يسرق عربيه واتقبض عليه، وعقبال ما خلص مده السجن بتاعته وطلع كانوا بنتين محبوسين في القبو عنده بدون اكل وبدون ميه. فهو اصلا رجع لقاهم متحللين وهياكل عظميه. وبعد الاتنين دول خطف ولد عنده 17 سنه وبنت عندها 19 سنه، وكان قاعد زهقان فقال طب ما اجرب كده ادفن الاتنين وهم عايشين اشوف هيعرفوا يطلعوا ولا خلاص ده مصيرهم ومش هيطلعوا تاني. وللاسف كان ده مصيرهم وما طلعوش. والشرطه برضو بتفحص البيت الغريب ده، لقوا جثه راجل، بس الراجل ده المره دي كبير مش حد صغير زي اللي كل شويه لقوه. فقالوا له مين ده وايه قصته؟ قال لهم ده كان شريكي وكنا قررنا لما نيجي نخطف الاطفال نخدرها، فكنا جايبين نوع مخدر جديد، فقلت له هجربه عليك واشوفك تصحى بعد قد ايه. فقال لي تمام ماشي يلا. فجرب عليه واول ما نام دفنه. وده ما كانش الاتفاق. تخيل تتفق مع واحد ان هو يخدرك ولما تصحى يحكي لك اللي حصل ما تصحاش، تصحى تلاقي نفسك تحت الرمله مستحيل تطلع. ما هو مستحيل تطلع انت مدفون. الراجل متخلف. الواحد بيبقى زهقان بيفتح بابجي يلعب، يشوف اي لعبه على النت، يشوف فيديوهات على اليوتيوب، ده بيجيب ناس يدفنها يشوفهم يعملوا ايه. الغريب بقى ان قضيه زي دي قعدت 8 سنين في المحاكم علشان يتنطق فيها حكم، وطبعا ده بسبب ان في محاميين متخصصين في القواضي دي يخشوا يفضلوا يطولوا المده بتاعتها لحد ما يلاقوا ثغره يعرفوا يطلعوه براءه، مع ان الراجل معترف بكل حاجه. وبسبب القضيه دي حصل مظاهرات كبيره جدا في بلجيكا والدنيا اتقلبت. طب ليه المظاهرات في بلجيكا؟ ليه يا ترى؟ تفتكر ليه؟ انا عارف ان السؤال ده جه في دماغك. تفتكر ليه؟ اكيد ان هم من بلجيكا، مش محتاجه ذكاء، بسيب لك حاجات تستنتجها برضه، مش كل حاجه اقعد اقولها انا، اعتمد على نفسك. انا اسف انا انفعلت. نرجع لقصتنا. ومش بس بقى حصل مظاهرات، الناس كمان بدأت تشك في الحكومة ان هم مساعدينه اساسا، وهم اللي ساعدوه يعمل كل حاجة حصلت، فعشان كده بيحموه لما اتكشف. وده اللي خلى القضية يصدر فيها حكم بسرعة. هو بعد 8 سنين، بس الدوشة اللي حصلت على القضية حصلت بعديها ب8 سنين، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لان بره مفيش حاجة اسمها اعدام، وده في اغلب الدول الاوروبية. ومارك بعد كده بعد ما صدر الحكم طلع اعترف انه كان شغال مع شبكة خطف اطفال صغيرين، والشبكة دي كمان عالمية شغالة في العالم كله مش في بلجيكا بس، وكان كمان فيها ناس كتير ليهم سلطة كبيرة في العالم ومنهم ناس مشاهير كمان. بس قال لهم انا لو قلت اسم اي حد هيعرفوا يجيبوني وانا جوه السجن هنا وهتقتل عادي جدا، فلا انا افضل عايش في السجن لحد ما اموت احسن لي. واكتفى بالتفاصيل دي وما قالش اسم اي حد ولا اي تفاصيل تانية بعد كده. وزي ما قلت لك هو محكوم عليه باقصى عقوبة ممكن تتعمل بره، اللي هي السجن مدى الحياة. فما فيش حاجة اوحش من كده. لو ما قالش باقي الاعترافات هيعرفوا يعملوها معاه، هو كده كده في اوحش حاجة. والكلام اللي قاله الاعترافات اللي قالها دي تخلي دماغك تروح في حتة زي الديب ويب والريد رومز اللي منتشرة واللي انت اكيد سمعت عنها، واللي هي بيجيبوا فيها اطفال بقى وناس بيعذبوها لايف زي الستريمرز بتوع الجيمز، بس دول بيلعبوا في بني ادمين بقى، يقعدوا يشرحوا قدامك، يضربوا، يغزوا، هو ونصيبه. وبرضه ده يخليك تفكر ازاي الاماكن دي موجودة على طول، وحتى لو مسكوا حد في ملايين غيره. فده يديك هنت ليه الحاجات دي موجودة. والقصة دي على فكرة ليها كتاب اسمه اخترت ان اعيش، وسابين نفسها اللي كاتبه الكتاب ده، واترجم ل 14 لغة واتنشر في 30 دولة تقريبا، وفوق كده كمان من اكتر الكتب اللي اتباعت في اوروبا وفي بريطانيا العظمى. الغريب بقى في القصة دي ان مارك عليه قواضي ب6 عمليات خطف و4 جرائم قتل و4 اغتصاب وتعذيب، يعني التوتال 14 قضيه. بس مش ده الغريب، مش العدد ده كله الغريب. الغريب فعلا اللي كان بيساعده في كل ده هي مراته نفسها، وما تسالنيش ازاي. وبس كده الفيديو يبقى خلص. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.